عفوا. من آدم إلى قيام الساعة لا يوجد طلب واحد من العباد يرفع إلا ويعطى. عفوا خالد، في ناس يدعون وين يجيهم الشيء؟ جميل. أنا الآن دعيت قلت يا رب أريد الوظيفة الفلانية، حلو، ما حصلت عليها. اوكي. ما حصلت. ثاني يوم دعيت، بعد ما حصلت عليها. ثالث يوم دعيت، ورحت الكعبة، عند الكعبة ودعيت والله ما أعطاني إياها. ايوه انت تو تقول كلها مستجابه، شو اللي صار؟ أحد ثلاث أنواع. مجرد ما أنك وفقت للدعاء، ترى الدعاء توفيق من الله. هل هو اجر؟ عفوا، هل الدعاء اجر؟ لا، عبادة. عبادة وانتظار الفرج عبادة. عباده يعني فيها اجر. عبادة طبعا. حسن. أنت متلبس بعبادة، حسنات تنتظر. يعني لما اقول يا رب يا رب ارزقني مليون، يا رب ارزقني مليون، عبادة. حتى لو ما جاتني انا اخذت حسنه من وراء الدعاء، يكفي اني بنيت العلاقه هذه بيني وبين الله. صح كلامي؟ نعم. اوكي. نعم. فأنت رفعت يدك تدعو الله عز وجل، هذا إيمان بك منك لله عز وجل أن الله قادر على كل شيء. هو ثلاث أنواع: إما أن تدعو بأمر فيعلم الله أن فيه خير فيعطيك، فالله قادر على كل شيء. وقد يعلم الله أن هذه الوظيفة تضرك وأنت لا تعلم، فيحجبها عنك ويصرف عنك سوء. يحجبها ويصرف عنك سوء حاد. وانت زعلان نواياتك. طبعا. والثالثة يؤخرها لك يوم القيامة. اسمع هني عاد، اسمع. الثالثة تريح. اسمع اللي تريحك عدل، اسمعها. تؤجل يوم القيامة، فيدخلون أهل الجنة فتؤتى يوم القيامة. تجي يوم القيامة الدعوة اللي ما استجيبت، هدايا. من وين؟ ايوه، من وين يا ربي هذه؟ قال هذه دعوات دعوتوها في الدنيا ولم استجبها لكم، ادخرتها لكم اليوم. يتمنى المسلم يومها ان الله لم يستجب له دعوة في الدنيا. هذا هو ربي. كيف ندبر عن إله كهذا الإله؟ كيف نعصي إله كهذا الإله؟ يتلطف معنا حتى في الأوامر.